بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده يا رب. النهارده زي ما انتم شايفين كده، ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه ديت؟ ده اول فيديو في المشروع بتاعي، وده اول اوردر اخرجه. يعني الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا. عملتهم بالليل، الصبح كانوا متباعين، تاني يوم يعني كانوا خلصانين على طول متباعين. هحكي لكم كل حاجه واقول لكم تكلفه الكبات ديت كلفت عليا قد ايه وبحتها بكام، وهل هي فيها مكسب ولا ما فيهاش. خليكم معايا مكملين الفيديو للاخر، عشان لو انت حابه تعملي المشروع ده في بيتك زي حالاتي كده. انا اول حاجه اعملها لسه في المشروع هو الكبات دي. بس انا هحكي لكم كل حاجه، كملي معايا الفيديو عشان تعرفي سعر الكب انا بيعته بايه، هو بيتباع اصلا بايه بره، وتكلفته قد ايه، تكلفه الكبات ديت قد ايه، انا كلفتها قد ايه وطلعت معايا قد ايه. اول حاجه انا معايا نص كيلو دي سبونج اللي هو الفانيليا، ومعايا 4 اكياس فانيليا و6 بيضات. هنضرب البيض والفانيليا ونص كوبايه ميه معاهم. هنضربهم الاول ايه بمضرب كهربائي بالعجان، بمضرب يدوي، بس المضرب اليدوي هياخد منك يعني ايه وقت ومجهود، فالاستحسن يعني يكون مضرب كهربائي. هينفعك في الكريم شانتيه اهم حاجه، دي اول حاجه واهم حاجه. الكريم شانتيه مش هينفع معاكي الا بالمضرب الكهربائي او العجان زي كده. فانا عملته بالعجان، بان عندي بقى العجان الحمد لله يعني هعمل في العجان، وعندي برضو المضرب الكهربائي. هقول لكم بقى انا عملت نص كيلو دي السبونج ده طلع معايا 12 كب. الكب بعته ب10 جنيه. هو يعني عشان احنا ارياف وكده، فهو في الارياف دي يعني اقصى حاجة له، وهو برضو ما ينفعش ان هو يتباع اقل من كده. اقل من 10 مش هيلم معاكي برضو. ممكن يلم حقه لو بيحتيه ب7 ولا ب8، هيلم حق التكلفة بس. فهو ب10 حلو، انما لو في مدينة بقى واماكن تانية هيتباع ب15، يبقى حلو مش غالي. انا فضيت النص كيلو دي بعد ما ضربت البيض وشفتوه كده. ده يعني ايه عجينة الكيكة كيكة الاسبونج ديت بتبقى سهلة خالص وبسيطة، لان دي الاسبونج بيبقى فيه كل حاجة، فيه كل المكونات، مش بتضيفي له حاجة غير نص كوباية المية والست بيضات والفانيليا، وحطيت برضو حوالي معلقة خل مش اكتر من كده. النص كيلو دي السبونج انا قسمته، يعني خليت منه شيء بالشوكولاته وشيء هتشوفوا معايا كملوا هتشوفوا انا عملت ايه. هو نص كيلو دي بس ما فيش غيره. عملت منه شيء بالفانيليا ابيض وشيء بالشوكولاته. رمى معايا 12 مج، 12 كب يعني. استخدمت ربع كيلو كريم شانتيه تمن وتمن، واستخدمت 6 بيضات، ونص كيلو يعني نص كيلو دقيق، قولي 20 و20 كمان كريم شانتيه، يبقى كده 40. و6 بيضات هنقول 10 جنيه بيض، وهنقول 2 جنيه فانيليا، يبقى اللهم صل على النبي 20 و20 40، و10 بيض يبقى 50، اللهم صل على سيدنا محمد، و2 جنيه فانيليا، ويبقى كام يعني؟ هنخش لنا في 50 بالفانيليا وقولي الغاز برضو. يعني هما انا حسبتهم وقفوا عليا تكلفتهم حوالي زي 60 جنيه. تكلفة ال6 كبات دولت زي 60 جنيه، كلفوا عليا زي 60 جنيه. غير بقى لسه الحاجات الصوصات اللي احنا زينا بيها بتاع الشوكولاتة، والحاجات اللي زينا بيها الكبات من فوق، يبقى كده كمان قولي 10 جنيه تزيين، عشان احنا حطينا يعني من كل حاجة. يعني انا حسبت كله ما عدا التزيين 60،
والحاجات اللي انا زينت بيها، لان كل كيس ب5 جنيه، فانا خدت من كل كيس واحدتين كده، حاجات بسيطة مش كتير، فانا حسبتهم قلت 10 جنيه يعني بالمقدار كده، فيعتبروا كلفوا عليا 70 جنيه. 70 جنيه بقى غير وقفتك وتعبك ومجهودك، ده مش مشكلة، هو تعبك ومجهودك قصاد مكسبك، يعني المكسب اللي هيطلع لك قبل تعبك ومجهودك. انا بعت الكبات، كانوا 12 كب، كان فيهم واحد صغير، ده اتباع على 7 جنيه، وال11 اتباعوا على 10، يعني اعتبر عملوا معايا 117 جنيه، مش وحش. لما يجيلك فيهم حوالي 47 جنيه، مش وحش، وانت لسه في البداية ولسه في الاول ولسه ما تعرفتيش، فواحدة واحدة ان شاء الله يعني ايه الدنيا تمشي. فانا حبيت اشرح لكم كل حاجة من اول فيديو اهوت، عشان كل اخواتي وحبايبي اللي حابين يجربوا المشروع ده، لو حد حابب يجربه وانت قاعدة في البيت. بس اهم حاجة ان انت تشوفي ان انت هتوزعي ازاي. اهم حاجة قبل ما تعملي الحاجة دي تبقى عارفة انت هتوزعيها ازاي او هتخرجيها ازاي، تكوني قايلة لكل حبايبك وكل قرايبك وكل اللي انت معارفك اللي انت عارفاهم، او سوبر ماركت او محلات كبيرة، تكوني معرفاهم ان انت بتعملي كذا، وتعملي زي ما انا ما عملت كده. انا عملت الحاجة ديت، انا ما كنتش معرفة حد ولا كنت قايلة لحد، بس الحمد لله يعني ايه وديتهم في مكان وقلت انباعوا ما انباعوش الحمد لله، يعني ربنا ما كسفنيش من اول مرة، والحمد لله ايه ربنا رضاني فيهم ونبيعهم. حبيت اقول لكم برضو ان انا ما عنديش صاج، اللي هو الصاج المربع اللي هو 30 في 40 و40 في 40 ده. انتوا عارفين الصواني الالمونيا اللي هي عندي المدورة بتاعت الفرن دي اللي انا بعمل فيها كل حاجة. لسه ما جبتش بقى صاجهم، يعني لسه برضو ما جبتش بقية المعدات بتاعت الحلويات والادوات والكلام ده. فانا عملت في الصواني اللي عندي اللي هي الالمونيا اللي انتوا شفتوها ديت، بس انا ما مليتهاش عشان تبقى العجينة ايه، تبقى قطعة الكيك رقيقة. انا مش عايزاها تبقى عالية وتخينة كده، لا انا عايزاها رقيقة زي ما هتعمليها في الصاج بالظبط. عشان اقول لكم انا عملت في مقاس كذا، لا انا مش عارفة مقاس الصواني اللي عندي، بس انا حطيت يعني بالمقدار كده وبالنظرية كده. وبرضو لسه ما جبتش قطعات، فقطعت بالكوبايات زي ما انتم شايفين كده، جبت الكوبايه الصغيره قطعت بيها مقاس صغير، ده لارضيه الكب من تحت لازم تقطعي مقاس صغير للكب من تحت، لكن من فوق بقى طبعا كل ما تطلعي فوق بيبقى فيه اوسع، يعني بيبقى الكب واسع من فوق، فعايزه ايه قطعه اوسع. فانا قطعت من تحت بالكوبايه الصغيره، ومن فوق بالمج اللي انتوا هتشوفوه ده، المج الكبير اللي انا جبته ده بتاع الشاي ده، يعني ايه الدايره بتاعته واسعه على قد الدايره بتاعت الكب من فوق. وكمان دي بقى ايه، دي الازازه ديت بتاعت الكاتشب كانت فاضيه عندي يعني، فانا ايه عملت شربات خفيف وحطيته فيها لما برد، يعني لازم نسقي الكيك بتاعنا شربات خفيف كده، رشه بسيطه خالص. وعايزه اقول لكم كمان ان الكيك ده، يعني انا مش هاخد الدوائر اللي انا خدتها دي بس وخلاص، لا انا يعني مش ههدر اي حاجه خالص من الكيك. بصوا بقى الاحراف اللي انتوا شايفينها ديت والحتت ديت، ما تقوليش ان هي هتترمي ولا الكلام ده خالص، لا انا هحطها في نص الكب، يعني احط طبقتين من القطع اللي انا قطعتها بالكوبايه ديت تحت، وفي النص هحط من الاطراف بتاعه الكيك، بحيث ان انا ما هقدرش اي حاجه. اسفه يا جماعه التليفون كان بيرن بس. دلوقتي بقى انا كنت ايه، الاول كنت حطيت بالمعلقه، ما كنتش مركزه ان انا اجيب الكيس او القمع ان انا احط بيه وكده، فانا جبت الكيس بقى في الاخر. انا بس هعبي معاكم واحده بس في الاول كده، اوريكم يعني ان انا عبيتهم ازاي، وحتى برضو الشوكولاته بصوا بقى عشان الفيديو ما يدخلش عليكم، انا عملت كمان الكبات اللي هي بالشوكولاته وزينتها.
وبدأت بقى ان انا اعمل لها اشكال كده يعني اي بقى خل عندك، عصاية اللي هي الشيش طاووق ديت اللي احنا بنعمل بيها الفراخ او اللحمة او الكفتة والكلام ده. وهتبدأي بقى تزيني بقى التزيين ده بقى يعني ايه، يعني حاجة كده منك انتي وذوقك بقى. فانا كنت حطيت واحدة بس على كل كب، بس لقيتها مش هتبقى يعني هي. انا استقليتها بصراحة، استقليت الواحدة بس على الكب. فانا هرجع احط تاني وهشكل بقى، احط حوالي 3 على الكب. بقول لكم ان انا عملت كبات برضو بالصوص بتاع التوت. ودي الشوكولاته اللي انا سيحتها. وده كريز، جبت واحده الكريز وقسمتها نصين وبقيت اقسمها يعني على الكب. وده برضو الشوكولاته اللي هي البسكوت الصوابع ديت. يعني اللي عندي بقى شكلت منه، شكلت من كل الحاجات اللي هي بتاعت التزيين دي اللي عندي. ودي بقى الكبات بتاعت اللي هي بالفانيليا البيضة. كنت عملتها الاول ودخلتها التلاجة، قلت عشان خاطر الكريمة ما تسيحش مني وتفضل يعني متماسكة وجامدة وحلوة كده. دخلتهم التلاجة لحد ما عملت اللي هو بالشوكولاتة، وبعدين طلعتهم بقى على التزيين بس. وكده خلصت الكبات بتاعتنا. بصوا بقى شكلها ومنظرها تحفة تحفة، سهلة وبسيطة وما بتاخدش اي حاجة خالص. بس في الاول كده يعني ايه، هتبقي لسه يعني حاجة انت مش متعودة عليها وجديدة عليكي، بس مع الاستمرار يعني هتتعودي وهتاخدي عليها وهتحسيها ان هي سهلة وبسيطة خلاص، مرة على مرة يعني. وده كان الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم، ورب تكونوا استفدتوا منه، ويا رب اكون بفيدكم كل الفيديوهات اللي بقدمها لكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.